ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبأحسن حال. وحشني جدا جدا من الفيديو اللي فات. اسفة اذا كنت اتأخرت عليكم في القناة هنا. النهاردة هنعمل غدوة سهلة جدا بسيطة، بتنفع في الأزمات، بتنفع كمان في وقت الطوارئ. مثلا عندك مثلا ضغط شغل في اليوم نازلة السوق، بتجيبي حاجات. فبصراحة الأكلة دي بتنجز معايا كتير جدا. يعني أنا الأكلة دي كنت عاملاها روتين يوم التسوق أو يوم السوق بتاعي أول الأسبوع. فطبعا مع ضغط الشغل، مع الحاجات اللي أنا بعملها بقى من تفريزات، من كمان تحضيرات حاجات الأسبوع. فاليوم عندي كان مضغوط جدا جدا. فالمهم ان انا قلت كده اعمل اكلة كده سريعة وسهلة، ما بتاخدش مني وقت خالص. هي المكرونة بالسوسيس. بصوا، انا جبت اول حاجه كده حله وحطيت فيها معلقه سمنه على زيت. طبعا انتوا عارفين خلاص ان انا في اي اكل بعمله بحط سمنه على زيت. كان عندي المكرونه دي وكنت اول مره اجربها. اسمها خطيره، هي كيس 285 جرام، يعني ازيد من الربع، حاجات بسيطه. فانا قلت ايه، بما ان انا واولادي بس اللي هنتغدى النهارده، فقلت خلاص اعملها. كميتها هتكون كويسه جدا بالنسبه لنا. المهم نزلت كده بالمكرونه بالشكل اللي انت حباه عايزه تعمليها بالمكرونه المحمره مفيش مشكله، اللي هي الصغيره بتاعه الكشري مفيش مشكله. انا عملتها باللي هي الهلاليه ديت. هنا بقى كنت بعمل تفريزات زي ما قلت لكم، روتين يوم التسوق، وانزل لكم على قناتي على قدي، اللي ما يعرفش القناه بقى يروح يشوفها. المهم ان انا كنت فرز هنا بصل، فقلت خلاص بما ان الكبه كده كده موجوده فهعمل فيها كمان الطماطم. ضربت فيها الطماطم خلاص. بس انا انصحك ان انت تصفيها، ما تحطهاش كده بقشرها، علشان بيبقى القشر ده باين بعد كده في المكرونه، ما بيبقاش حلو. هنا بقى المكرونه كانت خلاص اتحمرت، حطيت عليها رشه ملح ورشه فلفل اسود وواحده مرقه ورشه من الكمون. هقلب بقى ده كده كله مع بعضه. طبعا انا خلاص ضربت الطماطم خلاص في الكبه. كمان بقى كنت عندي كده كام قطعه سوسيس، فقطعتهم كده حلقات من غير ما اعمل فيه اي حاجه، ولا سلقته ولا حمرته ولا اي حاجه. لان انا كده كده هشوحه دلوقتي مع المكرونه، فهياخد لون وتشويحه حلوه. الهوت دوج ده بتاع كوكي، كنت لسه اول مره اجربه. هنا بقى حطيت كده الطماطم زي ما انتوا شايفين، بس زي ما قلت لكم انا انصحكم ان انتوا تصفوا الطماطم، علشان هنا كان القشر واضح قوي، لان الكبه برضو ما نعمتش الطماطم قوي زي الخلاط، عشان بس ما يبقاش القشر باين في الاخر يبقى شكله يعني مش كويس. خلاص زودت ميه كده، وزودت حبه ميه زياده، علشان طبعا المكرونه نيه، يعني المكرونه مش مسلوقه، فهي هتستوي في الصلصه دي. قلبت كده تقليبه. عايزه تحطي معلقه صلصه مفيش مشكله، بس انا اكتفيت كده بس بعصير الطماطم. طبعا اول بقى ما بتبدا انها تتشرب حاجات بسيطه، ببدا بقى ان انا انقلها على العين الصغيره واوطي عليها. ومن وقت للتاني كده بقلب فيها لحد لما تستوي خلاص، كده بتكون معايا جاهزه. اكله سريعه ما خدتش معايا 10 دقايق. بصراحه حلوه قوي قوي ومنجزه. ممكن تعملي جنبيها حبه بطاطس محمره، بطاطس شيبسي، حبه مخلل. بصوا والله كان طعمها حلو وجميلة جدا آم، سريعة وسهلة، وبصراحة بتنجز معايا قوي قوي. وممكن كمان بكمية بسيطة قوي من الهوت دوج او من السوسيس تعمل معاكي أكلة كويسة. ممكن تبدليه مثلا باللحمة المفرومة، ممكن تبدليه بقطع من الفراخ الصغيرة، حسب ما انت عاوزة. بس بصراحة كان عندي فقلت انجز كده واعمل بيه. ما خدتش مني الأكلة دي 10 دقايق على بعض. زي ما قلت لكم ان انا واولادي اللي كنا هناكل النهارده، فعملت لنا كده 3 اطباق محترمين حلوين جدا جدا. زي ما قلت لكم صفوا الطماطم، لان بصوا القشره هتلاقوه واضح اهوت في الطبق، فبصراحه كان رخم يعني. لا انتوا صفوا الطماطم احسن، هتديكوا نتيجه افضل. وساعات لو مش عندي طماطم بعملها بالصلصه الجاهزه على طول، برضو بتبقى كويسه. غرفت بقى انا كده الاكل. بصراحه في اليوم ده كنت تعبانه جدا، ما قدرتش حتى اعمل بطاطس محمره، فاكتفيت بس بالطبق ده كده مغذي ومفيد. وكان عندي بتنجان مخلل، قلت احطه كده ليا انا، عشان طبعا هو مشطشط شويه. وكانت اكله زي الفل بصراحه، وفضل ونعمه طبعا من عند ربنا، واكله سهله وسريعه وكمان اقتصاديه. يعني ما كلفتنيش كتير، يعني حوالي 3 4 سوسات، فقطعتهم كده حلقات رفيعه.
برضو مش مكلفة زي ما هتعملي مثلا بحاجة تانية.